مفيش حاجة بتعلن إن العيد قرب زي ريحة كحك العيد وهو خارج من الفرن. الريحة اللي كانت بتملى بيوت زمان وتجمع كل العيلة حوالين المطبخ. لو عايزة تعملي كحك يطلع ناعم ومفتت زي كحك المحلات ومن غير ما ينشف، يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعمل مع بعض الكحك الناعم اللي بيطلع دايب ومفتت وطعمه يجنن. وكمان هنعمل كذا نوع من الحشوات: كحك بالملبن، كحك مكسرات، وكمان كحك ملبن بالمكسرات، وكحك سادة. يعني تنويع جميل لسفرة العيد. يلا بينا نبدأ وخلوا البيت يتملي بريحة الكحك الجميلة. معايا نص كيلو من الدقيق، بستخدم دقيق فاخر أو دقيق كحك ومخبوزات. 300 جرام من السمنة، أنا بسيح السمنة بس مش بغليها، مجرد ما تسيح برفعها من على النار. معايا سكر بودر، ومعلقتين كبار من السمسم، وتقريبا 100 ملي مية هستخدمها مع السكر علشان أجهز بيها السيرب. معايا معلقتين كبار من الحليب، ورشة فانيليا. معايا كيلو من الملبن، استخدمي نوع ملبن كويس ما يكونش ناشف، يكون طري بس كويس عشان ما ينشفش جوه العجينة وهي في الفرن. اخر حاجة معايا خميرة وبيكنج باودر. هنزل بنص كمية الدقيق بتاعتي، واضيف عليها رشة على طرف المعلقة بيكنج باودر وزيها خميرة. الخميرة هنا مش للتخمير، هي بس بتدي طراوة للكحك. بعد كده هنزل بالسمنة السايحة على الدقيق، ونبدأ نعمل أهم خطوة في الكحك، وهي بس الدقيق بالسمنة. لازم الدقيق يتشرب السمنة كويس جدا، ودي حاجة مهمة وبتفرق في قوام الكحك بعد كده. الخطوة دي هي اللي بتخلي الكحك ناعم وبيدوب في البق. في الأول هتحس إن العجينة سايلة شوية وإن السمنة كتير، لكن ده لأن السمنة كانت سايحة. بعد كده مع التقليب ولما العجينة تبرد هتلاقي قوامها بقى متماسك. علشان كده ما تبطليش تبس الدقيق غير لما تتأكدي إن العجينة باردة تماما في ايدك. بعد كده هنزل بباقي الكمية من الدقيق. الخطوة دي بتخليني أتحكم كويس جدا في قوام العجينة. هنا وبعد ما العجينة بردت تماما، ممكن بقى اسيب المعلقة وابدأ اقلب بايدي، وافضل ابس الدقيق مع السمنة كويس لحد ما الدقيق كله يتغلف بالسمنة وتبدأ تتشكل معايا عجينة. بعد كده هنزل بكمية السمسم، وبعد كده رشة فانيليا، وافضل اقلب كويس جوه العجينة. السمسم بيدي للكحك ريحة حلوة اوي. بعد كده هجهز السيرب. هستخدم نص كوباية مية بما يعادل 100 ملي، واضيف عليها سكر بودر. بصوا بقى، انا عايزه اعمل سيرب يبقى تقيل كده على البارد، فهفضل اضيف سكر واقلب لحد ما المية تتقل معايا شوية وتبقى زي السيرب بالظبط. الخطوة دي بتودي الكحك في حتة تانية خالص. الطريقة دي انا معتمداها من اكتر من 5 سنين، وكل مرة بيطلع معايا كحك مختلف وخطير، كل اللي بيدوقه بيحلف بحلاوته. هنزل بالسيرب على العجينة. وانزل كمان بمعلقتين الحليب، ونبدأ نقلب كويس جدا لحد ما تتجمع معايا العجينة. انا مش بعجن خالص، انا بس بلم العجينة بايدي. نصيحة بقى لأي عجينة عموما، في الأول هتلاقيها بتلزق معاكي وفكة كده من بعضها، وبتلزق في حروف الطبق. بعد كده مع العجن العجينة بتبدأ تلم، أو مع التقليب يعني بتبدأ تلم وتبدأ تفك من حروف الطبق، وتلاقيها سايبة الطبق اللي انت بتعجني فيه نضيف، وكمان بتسيب ايدك نضيفة. هتأكد بقى ان ده قوام الكحك المظبوط لما اخد قطعة من العجينة كده واقلبها بين راحة ايدي على شكل كورة صغيرة، والاقيها ناعمة وجاهزة تتشكل ومش بتتهري ولا بتشقق معايا. كده الكحك يبقى جاهز معايا. هبدأ بقى اشكل الحشو. هاخد كمية الملبن وابدأ اقطعها على شكل كور صغيرة كده. هخلص كل كمية الملبن اللي معايا. الحركة دي بتخلي الملبن ينفش كده في قلب الكحكة،
ويبقى شكله سايح، ما يبقاش ناشف في قلبها وما يبقاش مكلكع كده. هنا بعد ما خلصت كل كمية الملبن هبدأ بقى اخد قطعة من العجينة صغيرة واشكلها على شكل كورة، وابدأ احشيها بالملبن واقفلها كويس واشكلها او انقشها بالشكل ده. بنشتغل في الكحك على طول، مش بنسيب العجينة تتخمر ولا ترتاح، هي بس طرف معلقة الخميرة اللي احنا حطيناها دي هتقوم معاكي بالواجب وهتخلي الكحك هش من جوه وتحفة. وكمان طرف معلقة البيكنج باودر هتخلي الكحكة عالية كده لفوق مش فرشة خالص وشكلها حلو. وافضل اعمل كذا واحدة كده بنفس الطريقة عشان يبقى عندنا كحك ملبن. الصينية او الصاج اللي هسوي فيه الكحك مش بيدهن زيت او سمنة، كده كده الكحك فيه دهون كتير. نعمل بقى الكحك بتاعنا مشكل كده. عملت كام واحدة بالملبن. قوام الكحكة حلوة قوي وبتاخد نقشة مظبوطة ومساوية كده. هنا بقى هعمل كام واحدة سادة كده. وهنا هنعمل كحك محشي ملبن بالمكسرات. عندي شوية مكسرات مجروشة، هاخد كرة صغيرة من الملبن واقلبها شوية بحيث المكسرات تمسك في الملبن، وبعد كده احط الحشوة دي جوه الكحك واقفل العجينة كويس عليها. النوع ده من الكحك بيبقى طعمه جميل جدا لان فيه طعم الملبن مع قرمشة المكسرات. واخر نوع هنعمله النهاردة هو كحك المكسرات. هنا بضيف شوية مكسرات جوه العجينة نفسها واقلبها شوية صغيرين كده في ايدي واشكلها على شكل كورة. الطريقة دي بتخلي المكسرات تبقى موجودة في كل قطمة من الكحك. بعد ما خلصنا تشكيل كل الانواع ورصينا الكحك في الصينية، هدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180، والفرن والع من تحت بس مش بشغل الشواية خالص. هياخد حوالي من 20 ل 30 دقيقة حسب الفرن بتاعك. اول ما ياخد اللون الذهبي ده هخرجه من الفرن. بصوا بقى شكل الكحك عامل ازاي، كحك ناعم ويتاكل اكل. اول ما يتاكل كده بيدوب في البق وريحته كمان خطيرة. لونه حلو من فوق ومن تحت. شايفين كمان الملبن هش في قلب الكحك ازاي. الكحك لو اتعمل بالطريقة دي هيفضل طري معاكم ومحافظ على قوامه ايام العيد كلها ومش هينشف، مع رشة سكر بودر كده بيبقى طعمه حكاية. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تقولولي في التعليقات محتاجين اعمل لكم فيديو ايه جديد. دي كل الكمية اللي طلعت معايا من نص كيلو دقيق. اشوفكم على خير، باي.